السلام عليكم، كي دايرين الصحة والأحوال؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجدوا السويس رول بطريقة ناجحة، والأهم ما يحتاج من تزيين هو مزيين راسو. يلا نبداو على بركة الله. أول حاجة غادي نوجدوا طبقة ديال التزيين، غادي نحتاج فيها بيضة وحدة، معلقة ديال السنيدة، غادي نطربهم حتى يبيض الخليط. ودابا ملي بيض ليا الخليط غادي نضيف معلقه ديال الماء ومعلقه ديال الزيت، وغادي نزيد الطرب باش يتجانسوا مع الباقي ديال المقادير. ودابا غادي نزيدو نص معلقه ديال الكاكاو وجوج معالق ديال الدقيق، حتى لجوج معالق ونص على حسب واش كيشرب ولا ما كيشربش. هاد الكيكه كتبقى من اسهل الكيكات اللي ممكن توجديها لولادك، خصوصا في هذا راس العام. اكيد غادي يصدعوك عليها، وباش تفرحيهم ديري هاد الكيكه سهله وسريعه وفي متناول الجميع. ودابا كما قلت لكم غادي نضيف جوج معالق ديال الدقيق اللي كنت ديجا مغربلاهم وكنعاود ليهم الغربله. وفي هاد جوج دقائق كاينه واحد راس المعلقه ديال الخميره. ودابا غادي ناخذ واحد البلاستيك غذائي ولا الجيب الحلواني، وغادي نفرغ فيها هاد الخليط اللي حصلت عليه. وفي طاوة مغلفة بالبابيي سولفيريزي، ضروري من البابيي سولفيريزي. غادي ندير خطوط في فوق البابيي سولفيريزي بهاد الخليط اللي درته. من بعد ما قطعت واحد شوية من البلاستيك غادي نديرها بطريقة عشوائية بحال هكا باش يعطيني الشكل ديال زواقة الزرافة. عذروني، النية انني ندير الزرافة، ولكن راني قلبت ابارامون الالوان. نورمالمون هادو خاصنا نديرهم بالابيض، والعجين ديال الجينواز هو اللي خاصني نديرها بالكحل. غادي ندخل هاد الطاوة المجمد باش تجمد لمدة 10 دقائق تقريبا، ريتما ندير لاجينواز. غادي نحتاج فيها 6 البيضات اللي خديت منهم غير البيض هو الاولاني، ضفت ليه شوية ديال الملحة، وغادي نطربو على شكل تلج. ملي غادي نوصل للنص في القوام اللي بغيتو غادي نضيف جوج معالق ديال السكر، النص غادي نضيفوه هنا والنص غادي نضيفوه في صفار البيض. غادي نطرب مزيان وغادي نضيف ليها واحد المعلقه ديال سميتو ديال الخل اللي كيخليها انها كتبقى طريه وكتبقى هشه. ودابا خديت 6 صفار ديال البيض وضفت ليها جوج اكياس ديال الفاني وجوج معالق ديال السكر. قلت نص الكميه كان في البياض ونص الكميه ها هو دابا الصفر، وغادي نطربهم حتى يبيض الخليط. ومن بعد غادي نضيف ليها المكونات الاخرى اللي هما 5 د المعالق ديال الزيت و5 د المعالق ديال الماء، هما اللي كيخليو لينا هاد الجينواز ديال سويس رول ملي كنبدا نلويها ما كتهرسش. غنعاود نرجع نطربهم مع بعضياتهم حتى يتجانسوا المقادير وما يبقاش يبان لا ماء لا زيت معاهم. وغادي نبدا نضيف دابا البيض اللي كنت درته في الاول بشويه بشويه. بالنسبه للبيض البيض خاصني ضروري نطربه هو الاولاني، عاد نطرب صفار البيض. ولا قبل ما ولا بديت بالصفار قبل ما ننتقل للبيض خاصني نغسل الطراب مزيان ونمسحو عاد ونبدا نطرب البيض. وكنبقى نضيف بالتدريج هاد البيض حتى نكملو كله. ها باش كتعرفي بان الجنواز ديالك راها ناجحه، كيولي الخليط ديالك بحال الرغوه خفيف بزاف. ومن بعد كنضيفو 5 د المعالق عامرين ديال الدقيق الابيض اللي كنت ديجا مغربلاه من قبل، وغادي نعاود نغربلو فوق العجين وغادي نزيدو بالتدريج. وغادي نضيف واحد شويه ديال الخميره الحلوه، تقريبا نص كيس.
اما العمليه ديال التحرك فهي معروفه من الفوق لتحت من الفوق لتحت باش ما يهبطش ليا الخليط ديالي وتضيع ليا كاع الخدمه اللي درتها. من بعد خرجت الطاوه ديالي كيف ما كتلاحظوا راها جامده تماما ما لصق فيا في صبعي حتى شي حاجه. كنسرح عليها الجينواز البيضاء. ما تضحكوش عليا كما قلت لكم راه نورمالمون كان خاصني ندير هذه هي اللي كحله والاخرى هي اللي بيضاء باش يعطيني الشكل ديال الزرافه، ولكن نسيت بان الشكل ديال الزرافه هكا تخلطوا عليا الالوان. كنسرح الجينواز ديالي عليها مزيان وكنخبطها واحد جوج خبطات غير باش يتساوى باش يكون عندي نفس المستوى، وغادي نديها الفران ساخن ونقص عليه ما نفوتش 10 دقائق في الطياب ديالها قبل ما تنشف، حيت ناشفات غتبدا تكسر لك. واخيرا غادي نوجدوا الكريمه اللي غادي نحشيها بها. درت فيها الكريمه النباتيه 200 مليلتر، 2 معالق ديال السكر، وحكيت فيها شويه ديال الحامض. بالنسبه للحشوه انا اختاريت ابسط حشوه، المهم عندي انني وريتك طريقه الجينواز وطريقه التزيين ديالها وانتي بدعي باش ما بغيتي حشي هاد الكريمه حشي هاد السويس رول ديالك. كاين عده اختيارات. وها هي الجينواز ديالنا كيفاش خرجت ما شاء الله بحال القطن، والزواق ديالها باين فيها. من الاحسن نكرطو هذاك الفوقاني، هذاك الصفوريه الفوقانيه باش يكون عندي لون متجانس، وحتى الا كنت غادي نسقيها تشرب لي سقوه. واخا هاد الجينواز ما كتحتاجش كاع تسقيها طريه بزاف. غادي نفرش واحد المنديل اللي يكون فازك، يكون طبعا نقي ويكون فازك، وفوق منها غادي نرجع البابي سلفيريزي، ومن بعد نلوي. ما نزيرش بزاف، نلوي وانا راخفه، وغادي نديرها في الثلاجه حتى تبرد، عاد نجبدها نحشيها. وما تحتاج كاع كذلك باش انني نغبرها بسكر كلاصي، كتعطي الطوق وكتلف كيما بغيتي. غادي نطبق فوق منها هاد الكريمه. من الاحسن انني ندير في البدايه نكون سخيه شويه، ومن بعد وانا غادا للقدام ندير غير شويه باش ملي نكون كنلوي ما تخرجش ليا من الجينواز ديالي. وباش تزيدي تغنيها تقدري تعمريها بالفواكه ولا تزيدي ليها المكسرات ولا البخاليني اللي بغيتي. هانتوما غادي تلاحظوا ملي انا عمرت بزاف غادي نقص من بعد. ومن من الجنب اللي غادي تسد عليه قطعوه وقطعوها بالجنب باش تجي ميته السده ديالها وما تكونش باينه. هانتوما لاحظتوا بديت كنقص لانها خفت لا تخرج ليا من الجنب، ومن بعد كنسد عليها بسميتو بورق الطهي، وكنبقى نضغط عليها بالمسطره باش انها تبقى مزيره وتحافظ على الشكل ديالها. وغادي نعاود نلويها في المنديل باش تبقى مزيره، ونخليها باش تبرد في المجمد باش منين نجي نقطعها ونفينيها كتجيني التقطيعه هي هذيك. وهذا هو الشكل ديال السويس رول ديالنا، جا رطب والمذاق رائع. وصلنا لاخر الفيديو، خليتكم في امان الله، شكرا على المتابعه.